قبل البدء نرجو منكم مشاهدينا الكرام الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كلنا نعرف أن قبل يوم البعث وقبل قيام الساعة سوف تظهر علامات من علامات الله الكبرى تبين لنا القرب من النفخ في الصور واقتراب موعد الحساب. في أول هذه العلامات ينتشر في آخر الزمان الفساد والظلم، يأذن الله جل جلاله بخروج رجل صالح يجتمع له المؤمنون فيكون قائدا حاكما يصلح الله على يده أحوال الأمة، ويكون اسمه المهدي يحكم المسلمين عدة سنين ينعمون فيها بالعدل والخيرات. ثم يأتي بعد ذلك خروج المسيح الدجال، حيث أعطاه الله قدرات خارقة يفتن بها الناس، ومنها إنزال المطر وإنبات الثمار، وتكون بين يديه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، ويعصم الله عز وجل من مكر هذا الدجال كل مؤمن يحفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. ثم ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويمكث في الأرض 40 سنة يملأ فيها الأرض عدلا وأمانا، ويقتل الدجال ويكثر المال في عهده حتى يفيض. ثم يخرج قوم يأجوج ومأجوج من سدهم ويبدأوا بالإفساد في الأرض فسادا عظيما، حيث لا يتركون الأخضر واليابس سليما، وينتشر بطشهم ويخشاهم كل من يراهم. ثم يرسل الله عليهم دودا اسمه النغف يخرج من أعناقهم فيقتلهم كلهم. ثم يأتي بعد ذلك هدم الكعبة ويخرج الناس من المدينة حتى تصبح خالية على عروشها، والله أعلم على ذلك. وبعد ذلك سيظهر دخان عظيم يأتي من السماء فيعم الكون كله، فيخشى الناس من ذلك الدخان ويصيبهم العله والجزع ويظنونه أنه العذاب الأليم، وهو دخان عظيم يظهر بسبب ترك الحق وكثرة المعاصي. ومعلوم أن القرآن الكريم قد تكفل الله بحفظه وهو محفوظ في الصدور والصدور، إلا أنه لن يبقى في آخر الزمان، سيرفع من المصاحف ولن يبقى إلا مكانه. ثم تشرق الشمس من مغربها وعندها يقفل باب التوبة. ويرى العلماء أن طلوع الشمس من مغربها هي أول أو ثاني علامات الساعة الكبرى. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس هي إحدى ثلاث، إذا خرجنا لن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والله أعلم. ثم خروج دابة تميز المؤمنين عن غيرهم بوضع علامة عليهم. ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين لكي لا يروا الهلاك والعذاب. ثم بعد ذلك خروج نار عظيمة من اليمن تبدأ بحشر الناس جميعا إلى أن يجتمعوا في بلاد الشام. وبعد هذا التجمع العظيم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخ في الصور لتموت بعد ذلك كل الخلائق ولا يبقى إلا وجهه الكريم. وتتوالى بعدها ذلك أحداث يوم الحساب، كيف لا والله إذ يقول للشيء كن فيكون. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لي ولكل من كتب آمين. وأنت عزيزي المشاهد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والسلام عليكم.